عدد اليوم بخبر عنوانه انتدابات الرجاء الرياضي تجمع رئيس نادي محمد بودريقة بالمدرب زين باور. وفي تفاصيل الخبر كشفت تقارير صحفية مقربة من محيط الرجاء الرياضي صباح اليوم بأن رئيس المكتب الجديد محمد بودريقة يستعد لعقد اجتماع مطول مع المدرب الألماني جوزيف زين باور بالإضافة إلى المدير التقني الرياضي محمد مديح بهدف مناقشة ملف التعاقدات والانتدابات التي من المرتقب بأن يقوم بها النادي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة. هذا أكشفت مصادر مقربة من محيط مركب الوزيز بأن محمد بودريقة سيجالس الألماني زين باور بالإضافة إلى مديره الرياضي مديح خلال الأسبوع الحالي للحسم في ملف التعاقدات الشتوية عقب عقده لجلسة سابقة بين المدرب الألماني والمدير الرياضي الجديد بهدف تحديد مراكز الخصص التي عانى منها النادي خلال هذا الموسم، مضيفة بأن زين باور أبلغ مديح في المقابل بحاجته إلى لاعبين أو ثلاثة على أقصى تقدير، حيث أنه يصر على التعاقد مع لاعب قلب هجوم عقب فصل التعاقد مع اللاعب العراقي أيمن الحسين والذي ظهر بمستوى متواضع خلال المقابلات التي خاضها مع النادي. كما عبر زين باور في المقابل عن رغبته كذلك في التعاقد مع لاعب قلب دفاع بسبب المستويات المتباينة للوافد الجديد اللاعب المغربي عبد الله خفيفي. هذا أختمت المصادر بأن جلسة الرئيس الحالي محمد بودريقة مع مدرب النادي الألماني زين باور ستكون بالإضافة إلى مديح حاسمة في تحديد طبيعة ومواصفات جميع اللاعبين الذين يحتاج لهم الفريق الأخضر خلال المرحلة الثانية من الموسم حتى يكون لإدارة النادي الوقت الكافي للتفاوض مع اللاعبين المطلوبين. وفي خبر آخر عنوانه مفاجأة الرجاء الرياضي يواصل مقابلة المسابقة المحلية على ملعب محمد الخامس وهذه التفاصيل. وفي تفاصيل الخبر بات بإمكان الرجاء الرياضي لكرة القدم رسميا مواصلة استقبال منافسيه وخصومه في المسابقة المحلية المغربية على أرضية المركب الرياضي ملعب محمد الخامس بعدما حاز النادي رخصة استثنائية تتيح له استقبال فريق الفتح الرباطي في المقابلة القادمة رغم القرار السابق القاضي بإغلاق الملعب المذكور للإصلاح والصيانة. هذا وكشفت تقارير صحفية مغربية موثوقة بأن السلطات المحلية الخاصة للفريق الأخضر باستقبال خصمه الفتح الرباطي لحساب الجولة الثامنة من المسابقة المحلية المغربية على أرضية مركب محمد الخامس، حيث وضحت أن برمجة المواجهة بدون جمهور هي التي دفعت السلطات المختصة في المدينة إلى الموافقة على ترخيص لصالح الفريق الأخضر بخوض مقابلته أمام الفريق العاصمي على أرضية ملعب دونور. هذا وعقبت اللجنة التدريبية التابعة للعصبة الاحترافية المغربية الفريق الأخضر بخوض مقابلة واحدة بدون أنصارها على ملعب محمد الخامس عقب الأحداث التي عرفتها المواجهة السابقة أمام المغرب التطواني التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب محمد الخامس لحساب الجولة السابعة من المسابقة المحلية، في حين أعلنت السلطات المحلية في المدينة إغلاق ملعب محمد الخامس انطلاقا من 8 من الشهر القادم بهدف إصلاحه وصيانته حتى يكون جاهزا لاستضافة نهائية كأس إفريقيا للأمم المرتقبة في المملكة المغربية في العام 2025. وفي خبر آخر عنوانه هل ظلم الاتحاد الافريقي الكاف الفريق الأخضر؟ إنيمبا النيجيري يحرج المسؤولين الأفارقة عقب المسابقة الافريقية الجديدة. وفي تفاصيل الخبر تساءلت مجموعة من الصحف الافريقية المعروفة في افريقيا ككل حول ظلم الاتحاد الافريقي لمسؤولو الفريق الأخضر بعدما رفضوا مشاركته في مسابقة السوبر ليغا الافريقية، حيث أكدوا بأن فريق إنيمبا النيجيري شكل النقطة السوداء إلى حدود مقابلة دور الربع النهائي من المسابقة الجديدة بعدما خرج عن نطاق المتعة والإثارة التي عرفت باقي مقابلة المولود الجديد لكرة القدم الإفريقية. هذا وكشفت الصحف الإفريقية بأن المواجهة التي استقبل فيها الفريق النيجيري ضيفه نادي الوداد الرياضي المغربي أقل نسبة حضور للجماهير بالمقارنة مع بقية المقابلات التي كانت فيها الأجواء رائعة في الملاعب، حيث أعطى الفريق النيجيري صورة سيئة وسلبية لقيمة المسابقة الإفريقية الجديدة التي يراهن عليها الاتحاد الإفريقي الكاف بالإضافة إلى الاتحاد الدولي الفيفا للنهوض بكرة القدم الإفريقية وإعطائها شعاعا جديدا. هذا طرحت هذه الأمور عدة تساؤلات من طرف الصحف الإفريقية بخصوص المعايير التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي الكاف في اختياره لهذا الفريق إنيمبا النيجيري للمشاركة في المسابقة الجديدة، والتي أكد بأنها مثيرة للاهتمام ولها واجهة إعلامية كبيرة في الوقت الذي رفض فيه إدراج اسم الفريق الأخضر على مستوى القائمة النهائية للأندية المشاركة في السوبر ليغا الإفريقي بالنظر إلى ما يتمتع به النادي المغربي من شعبية جريفة في القارة السمراء والقاعدة الجماهيرية الكبيرة له على مستوى العالم.
وفي خبر آخر عنوانه أولمبيك سوف يحفز مدربه الجديد للفوز على الفريق الأخضر. وفي تفاصيل الخبر كشفت تقارير صحفية مغربية موثوقة قبل قليل بأن فريق أولمبيك سوف أوضح في بلاغ عاجل بأنه خصص راتبا شهريا كبيرا لعبوب، وذلك لتحفيزه في أول مقابلة أمام الفريق الأخضر بهدف انتزاع مشاركة إفريقية خلال هذا الموسم، بعدما تم اختياره من طرف المكتب المسير للفريق المسيوي بالتعاقد معه للإشراف على تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب السابق تونسي مدير الشبيل، والذي تمت إقالته من منصبه بعد سوء النتائج الأخيرة. هذا وكشفت إدارة هذا الأخير في بلاغ عاجل نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن عقد اللاعب الرجاوي السابق زكريا عبوب يمتد لموسمين مع فريق أولمبيك سافي، والذي حدد أجره الشهري في 10 ملايين سنتيم، فيما لا يتعدى مجموع الرواتب الشهرية للطاقم التقني الجديد 18 مليون سنتيم، وذلك بهدف تحفيزه لخوض المقابلة المهمة القادمة أمام الفريق الأخضر. وفي خبر آخر عنوانه اتفاقية شراكة بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع لتأهيل 6 ملاعب وتشييد آخر في منطقة بن سليمان. وفي تفاصيل الخبر جرت مراسم التوقيع النهائي على اتفاقية شراكة مميزة بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع الوطني والتدبير لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم بتعليمات ملكية سامية في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وفاس، وكذلك بناء ملعب جديد في منطقة مدينة بن سليمان. هذا وأفاد بلاغ عاجل من طرف رئاسة الحكومة المغربية بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاح احتضان المملكة المغربية لنهائية كأس إفريقيا للأمم عام 2025 وكأس العالم في العام 2030، فإنه قد رأس رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز خنوش مراسم التوقيع النهائي على اتفاقية مميزة شراكة بين الحكومة المغربية لتمويل برنامج تأهيل 6 ملاعب لكرة القدم تم اختيارها بتعليمات الملك المغربي محمد السادس في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير، بالإضافة إلى مراكش وفاس، وكذلك بناء ملعب آخر في مدينة بن سليمان.